اللي قدامكم في الصورة ده هو جبل الموت في روسيا اللي مات فيه 9 شباب بطريقة غامضة لدرجة ان القضية بقت لغز حير العالم كله. وعشان نعرف الحكاية يلا بينا نركب عجلة الزمن ونرجع لسنة 1959. والحكاية بدأت لما شاب روسي عنده 23 سنة اسمه إيغور دياتلوف، وكان طالب في معهد أورال التقني، وقرر ان هو يعمل مغامرة وانه يوصل لجبل اوترترن في جبال الاورال. فجمع الفريق بتاعه، كان ساعتها مكون من 8 اشخاص كلهم معاه في معهد اورال التقني، وكلهم كانوا شباب من نفس السن الا واحد انضم ليهم في اخر لحظات وكان اكبر منهم ب10 سنين. وكانت المجموعة دي كلها معاها شهادات التزلج من الدرجة الثانية. المهم في يوم 25 يناير عام 1959 انطلقوا للرحلة، واليوميات اللي لقوها معاهم بتقول ان هم كانوا مبسوطين وبيغنوا وفرحانين ومفيش اي حاجة غريبة خالص. بس يجي يوم 1 فبراير وتيجي معاه عاصفة ثلجية، فيقرروا ان هم يقفوا يخيموا على منحدر جبل الموت. ايوه زي ما سمعت، جبل الموت. والسكان المحليين دايما كانوا بيحذروا منه.